أو في حلق فضلا عظيما حينما يكون في شيء من بيوت الله تعالى، وأظن هذا هو الذي يسأل عنه. هذا لا ينفي أن هناك مواضع أخرى ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتلو فيها القرآن الكريم، كأن يتلو القرآن في بيته، فقد دلت السنة أيضا على أن لا يهجر المرء قراءة القرآن في البيت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. ودل أيضا في حديث كثير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإرشاد إلى تلاوة سور بعينها حينما يكون المرء منفردا أو في بيته. فالحاصل بأن فضل قراءة القرآن في المسجد ثابت، وكان على